السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ موضوع حلقة بقى النهاردة اول مرة اتكلم فيه يعني تقريبا، بس مهم قوي. ازاي تعرف اللي قدامك ده بيحبك؟ سؤال سهل جدا بس اجابته ايه؟ في كذا نقطة يعني. اولهم بقى، ازاي تعرف اللي قدامك ده بيحبك؟ اول نقطة ودي مهمة، اللي بيحب بيبقى شكله حلو. ايوه، اللي بيحب بيبقى ايه؟ شكله حلو، مش شكلا، لا، في المظهر. يعني استحالة تلاقي واحد بيحب وشكله مبهدل او مش مهتم بنفسه. حتى يعني لو واحد او واحدة شكلها عادي جدا، شكلها مقبول او شكله مقبول، هتلاقيه حلو وجميل. ليه؟ مهتم بنفسه، مهتم بلبسه، ريحته حلوة، يعني حتى يعني عينيه بتلمع، بيبان عليه خالص. يعني ريحة بقه حتى حلوة. يعني شعره كده بيلمع كده، وحتى لو شعره وحش لا هيعمل اللي عشان ايه؟ هيحط بقى كريمات ومش عارف ايه بيبان عليه. اللي بيحب ده بيبان عليه. يعني يبقى شكله جميل وهو مش جميل، بيحاول يخلي نفسه قمر. تاني حاجة، يعني لما تشوفه او لما تشوفها، غير بقى الشكل والاهتمام بالنفس عشان يعني تعجبك او هو يعجبك او كده، بيبان عليه في ايه بقى؟ لمعة عينيه، شكله، وبعدين بقى ايه؟ بيبتسم او بتبتسم كده ابتسامة، يعني بلهاء، يعني فرحانة يعني، او فرحان ان هي شافتك او ان هو شافك. الابتسامة دي ما تفرقهوش، مبتسم على طول كده، يعني من قمة الفرحة اللي هو فيها والسعادة. سيبكوا بقى من الشكل والحاجات دي. تاني نقطة بقى، اللي بيحب اللي بيحب ما يقدرش يزعل حبيبه. يعني الموضوع بيبقى صعب بالنسبة له، ما يقدرش يقول كلمة تجرح حبيبه. يعني يحسس على الكلام زي ما بيقولوا، يحسس على الكلام. يعني ما يقدرش يشتم او حاجة. الشتيمة حتى بتبقى بحنية، يعني بتبقى بهزار. اللي بيحب ما يقدرش ايه؟ يجرح اللي قدامه بجد، بل بالعكس. يعني ممكن اللي قدامه ده يزعله او يقول له كلمة تزعل ويضحك، او يعني مش فكرة كرامة او كده، لا، اكيد في كرامة وكل حاجة، اكيد في كرامة وكبرياء وكل حاجة، بس ايه؟ بتبقى لا ارادي. يعني اللي بيحب بيسامح، ودي تالت نقطة. اللي بيحب بيسامح وبيغفر وبيعديها. انما لو واحد او مش واحدة مش بتحبك، تسامحك ليه وتستحملك ليه اصلا؟ مش مجبرة او هو مش مجبر. لا، اللي بيعدي ده بيسامح وبيفوت كتير قوي. و... وتلاقيه كل شوية هو اللي يكلمك او هي اللي تكلمك. هو اللي كل شوية يكلمك، يتصل بيك، يعمل اي موضوع عشان يتصل بيك ويعني اي حاجة عشان يسألك مثلا عاملة ايه، اي حاجة عشان يهتم ويتصل. او هي يعني تتلكك كده على اي موضوع وتكلمك، حتى لو كان موضوع هايف كده، لا، هي اللي هتبادر بالكلام او هو اللي هيبادر بالكلام. ليه؟ عايز يتواصل معاك على طول، عايز يتكلم معاك على طول، لان ما يقدرش يستغنى عنك، او هو ما يقدرش يستغنى عنك، ما يقدرش يتخيل اليوم من غيرك. يعني حاجة كده زي الادمان او المغناطيس، حاجة لا ارادي. اللي بيحب ما يقدرش يستغنى عن حبيبه. وبقوا في الخصام بقى، تتلاقيه هو اللي يعني انت مثلا تكون انت اللي مزعلاه وهو يجي يكلمك برضه، مش غلاسة ولا حاجة، بس حب. ده هو ده بقى الحب، يعني حاجة لا ارادي كده. يعني سبحان الله. بس يعني طبعا ما نعتبرش ان دوت بقى ايه؟ نقطة ضعف وكده. لا، يعني نقدر ده، نقدر ده، لان لو الكلام ده لو ما تقدرش، اللي قدامك برضو انسان وبشر، هيبعد يعني او هيزهق. لازم اللي يقولوا زي ما بيقولوا اللي يتقدر يتقدر، يعني صح. فهو دي النقط المهمة. اللي بيحب كمان بيعمل ايه؟ عشان منساش، هي يعني هيلبيلك طلباتك، هيحاول يعمل اي حاجة عشان طلباتك دي تبقى مجابة. مشوار، عايزة طلب او هدية او
وهيتلكك بقى في المناسبات عشان ايه؟ يقدم لك هدية. يعني اي مناسبة هيتلكك بقى عشان يقولك كل سنة وانت طيبة. هيتلكك يعني اي مناسبة هتلاقيه هو الاول اللي يبعتلك او يتصل بيك اول واحد. هيتلكك بقى يعني عشان يكلمك. اللي بيحب يا جماعة دوت بيبان عليه قوي يعني من تصرفاته. ما يقدرش يبعد، ما يقدرش يجرح، ما يقدرش يخون يعني. حتى الخيانة ما يقدرش يعملها لان بيخاف يزعل الطرف اللي قدامه. دي اهم النقاط. ودوت مش عايزة اطول عليكي في الفيديو ده. وهنكمل ان شاء الله في حلقات تانية. بس لو كلامي صح قولولي، لو كلامي غلط قولولي. واستنوني في مواضيع تانية وحاجات تانية عندي الجديد والمزيد. بليز بليز فعلوا الجرس ويعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي فضلا لا امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.